عايز اوصل لكل اللي بيتفرجوا عليا مجمل خبرتي في الخمس سنين اللي فاتوا دول. ناس كتير قوي في بدايه حياتي كانوا بيقولوها لي كده: انت مش هتوصل، مش هتحقق اللي في دماغك ده خالص. وصلت له؟ بس هم حققوه. لا انا بتكلم اللي في على في دماغي انا دماغك. اللي في دماغي انا اه. هم حققوه. انا شايف انك حاول ووقع وقوم تاني وحاول حاجه انت حققتها قبل كده اكيد هتقدر تحققها تاني. لا ايه؟ معلش انا مش فاهم الجمله تاني. ايه؟ حاجه حققتها قبل كده هتقدر تحقق. حاجه انت ما حققتهاش بقى. حاجه انت ما حققتهاش اصلا قبل كده بالظبط. انت مش هتقدر تحققها. انت ما حققتهاش اولاني، تحققها تاني ازاي؟ فهمني بس. لا، ما هو انت اصلا انت ما ما حققتهاش من حققتهاش، الاول. طيب ما عشان كده. بتقاطعني ليه؟ يلا يلا طيب خلاص بقى، ممكن السؤال اللي بعده. أصلاً. مفيش حاجه اسمها حسد. لا، الحسد موجود في القرآن. في موجود في القران، وانا مؤمن بيه جدا. يبقى في حسن. طبعا. اتنازل كل خطوه في حياتك هتبقى محتاجه ان انت تتنازل عن حاجه. انت ايه اللي انت؟ هو ايه القرف ده يا ما هو جدعان؟ مش عارف. دي قديمه مرميه. كل خطوه هتضطر فيها ان انت تتنازل عن حاجه. لا طبعا، اوعى تتنازل عن اخلاقك، مبادئك. فلوس، ما تتنازلش عن فلوس، بالذات اللي بيقولك اتنازل عن فلوس في بدايه حياتك. ما تتنازلش عن الفلوس، التنازل عمره ما يوصل. تحس بتقول التنازل هيوصل، وبعدين اللي اتناسوا وصلوا دول ايه؟ ولاد كلهم. لا، انا بالنسبه لي اهلك. السؤال كان ايه؟ انا من ناحيتي انا او سي دي. يعني انا بالنسبه لي لو اي حاجه فيها حته متحركه سنه ولا بتاع ما اعرفش اقعد فيها. بس لا، المكان ده كده مؤقتا، انا مش كل يوم كده. ايه ده؟ ايه ده؟ دي قطة؟ ايه الصوت دي ده؟ قطة يا جماعة. بتاعتكم يعني يا جدعان؟ انا ما عنديش قطط، انا كان عندي قطه زمان. ايه ده؟ اهي ورا الدولاب. ايه ده؟ يعني قطتي ما ماتتش؟